اعتقد مفيش اكتر من فيديو زي ده يحفز لاعيبتنا ان هم يطلعوا اقصى ما عندهم في مباراة السنغال. لعيبة المنتخب السنغالي بتستهتر وبتقول ان الماتش في جيبهم وان الماتش سهل. وشوف ساديو ماني بيعمل معاهم كمان، المفروض ان ده لاعب كبير يعني، وبنتكلم ان هو لاعب كبير بس عقليته صفر. فبالتالي الفيديو ده بجد لازم كابتن حسام حسن والجهاز الفني يوروه لعيبة منتخب مصر عشان يشوفوا لعيبة منتخب السنغال بيقولوا عليهم ايه، وبالتالي يكون عندهم حافز اكتر بكتير من اللي عندهم حاليا ان هم يردوا في ارض الملعب على لعيبه مستهتره زي دي. لعيبه بتستهتر بمنتخب مصر، اكبر منتخب في افريقيا، منتخب اللي حقق البطوله دي 7 مرات. انا مش فاهم ايه حاله الاستعلاء اللي هم فيها دي. بس مش هستغرب عليهم الرد يكون من لعيبه منتخبنا عليهم بكره ان شاء الله يوم الاربعاء. الرد لازم يكون على لعيبه زي دي مستهتره وبتتعامل بحاله من الاستعلاء العالي قوي. الكبر اللي عندهم ده لازم يترد في الملعب، ما تردش عليهم بره الملعب. انا عاوز رد في الملعب، انك بجد تقدم مباراه قويه جدا وتثبت لهم ان انت منتخب مصر، وان كل اللي فات ده خلاص مرحله وعدت. والنهارده ارد عليك لما تيجي تقابلهم ان شاء الله. موقف سيء جدا من ساديو ماني ومن لعيبه المنتخب السنغالي، يا خساره يعني. بجد كنت فاكر ان هم اعقل من كده والعقليه اكبر من كده، لكن للاسف العقليه زيرو.